السلام عليكم يا جماعة. طبعا من ان انت يعني تضحك على نفسك عشان انت وراك حاجة وعايز تعملها وكده، بس نفسك بقى بتقولك لا، عايز تنام او كده. انا هحكي لكم يعني مثال حقيقي والله. يعني انا ورايا بحث في الجامعة عايز اعمله، ومفروض دلوقتي الظهر يعني ان انا بنام. فانا لو روحت في البيت ودنيتني فيه هنام، او يعني انا باكل او كده، يعني بحب الاكل وكده يعني، فهاكل وكل حاجة وكده. يا اما هقضي وقتي في الاكل، يا اما هقضي وقتي في النوم. فقدامي خيارين. فالفضل لله يعني من ان انت تشغل دماغك برضو وتضحك على نفسك. رحت انا عامل ايه؟ رحت رايح صليت الظهر الحمد لله في الجامع، وبعدين رحت قاعد لقيت ترابيزه في الجامع بقى يعني بذاكر عليها دلوقتي حاليا وبكتب البحث بكمله. فبرضه يعني دي من الطرق ان انت تضحك على نفسك. يعني انت وراك حاجه تعملها، حاول بقدر الامكان ان انت يعني تعملها بأي طريقة بقى. فكر يعني، شغل دماغك بجد والله. يعني مش خلاص مش هعرف، او مثلا ما تقعدش تفكر تقول طب الناس هتقول عليا ايه، يعني واحد بيذاكر طب ما يذاكر في بيته او كده. يعني مش كلنا كده، وانا عارف طبعا ان في ناس شاطرة الله اكبر عليها، بتقدر تسيطر على نفسها وبتقعد نفسها في البيت، بس اكيد برضه بيمروا مراحل مش بيقدروا يعملوا يذاكروا ولا حاجة وبيكونوا زهقانين. فلازم تضحك على نفسك. يعني ده اللي انا عاوز اوصله لك. وربنا يوفقك وربنا معاكم جميعا. ومش تنسوا ان ربنا في ظهركم ومعانا. وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم.